سألت نفسك ليه ناس كتير بتقع في الغلط؟ معانا موضوع جديد وحكاية جديدة وحديث جديد عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بس قبل ما أبدأ الفيديو أنا طالبة منكم تساعدوني في نشر المحتوى. أعتقد إن هو محتوى هادف، وأعتقد إن هو محتوى محترم، وجايز يكون الفيديو سبب في هداية حد. عايزاكم تساعدوني ازاي؟ عايزة شير كتير، لايكات كتير، كومنتات كتير، وطبعا اللي مش مشترك يشترك. عيب قوي لما يبقى الفيديو يعني فيه كلام مهم قوي وما يجيبش 10,000 مشاهدة، ما يجيبش 1000 لايك حتى. وهسيب لكم الارقام تتأكدوا منها بنفسكم. ينفع كده؟ ينفع الارقام دي؟ يعني نعمل لايكات للهيافة ونيجي على الحاجات المهمة وما نعملهاش لايكات؟ نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة بيتكلم عن ليه بنغلط. يعني الواحد يبقى بيقولك لا انا لا يمكن اقع في الغلط ده، لا انا اكبر من كده، لا انا قوي، انا ايماني. الرسول كلمنا عن الموضوع ده، وفي حديث عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس كتير بتستصغر حاجات تدخل او يدخل منها الشيطان. يعني عادات الشباب كده، اللي هو انا هقعد معاهم بس مش هعمل حاجة. ما هو الشيطان مش هيجي يروح خبط لزق كده يقولك تعالى اعمل الذنب على طول، هو هيصغرهولك. انا قاعد مش هعمل حاجة، انا هبص بس، انا هتفرج بس، ده انا هقلب بس في الشاشة، انا قاعد مش هتكلم معاهم، انا عادي. يعني او البنات بقى اللي هو انا هكلمه بس كاصحاب، اصلا انا برتاح له. الشيطان بيصغر لنا الذنب حتة قد كده عشان بعد كده يبقى قد كده. يعني ببساطة كده اللي بيقرب من الحرام بيقع فيه. اوعى تفتكر نفسك ان انت قوي، ابعد عن صغائر الامور اللي تجرجرك لغلطات كبيرة وممكن توصل للكبائر. في حكمة بتقول: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. يعني اللي بيقرب من النار ما يزعلش بقى انها لسعته، ما تبقاش واقف على حافة النار وتقول لا انا ماسك نفسي مش هقع. ممكن في ثانية الارض تختل من تحتيك، تلاقي نفسك واقع جوه النار. في ناس بيبقى فضولها هو اللي سيئها، زي ما قلت لكم الشباب اللي هو انا هبص بس، انا هقعد معاهم بس ما تبدأش مع الشيطان بالخطوة الصغيرة عشان ما تلاقيش نفسك دخلت في الخطوة الكبيرة. عشان كده قالوا: ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. يعني ما تعتمدش على نفسك وتقول أنا مستحيل أغلط. مفيش حد فينا معصوم من الخطأ، مفيش حد قوي ولا كبير على الفتنة. دايما نسأل ربنا سبحانه وتعالى الثبات. أسأل الله لي ولكم الثبات، لأن القلوب بين إيدين الرحمن بتتقلب. ربنا يرزقنا الثبات والهداية يا رب. وفي مقولة كمان، كلام جميل قوي بيتقال: أحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان
والعين. يعني ما تدخلش في كلام يوديك في سكة مش كويسة، وما تبصش على حاجة توديك برضو نفس السكة اللي مش كويسة. المؤمن الحقيقي مش بس بيبعد عن الحرام، ده كمان بيبعد عن الطريق اللي ممكن يوصله للحرام. في النهاية لو عايزين السلامة ابعدوا عن أسباب الفتنة، ولو عايز الثبات اطلبوا من ربنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، كل ما تفتكر اللهم ثبت قلبي على إيمانك، اللهم ثبت قلبي على دينك. اطلبوا الثبات في كل الوقت، كل وقت. ابعدوا عن عادات النميمة. ده انا قاعدة، احنا قاعدين بس ستات كده مع بعض، دي بقى بتبقى عادات مليانة. ابعدوا عن الصفحات اللي تصغر لكم الحرام. لا ده انا هتفرج بس، ده انا هخش صفحتها بس، اقعد اشوف بس هي كانت لابسه ايه يوم ايه، كانت حاطه ايه يوم ايه، مين طلق مين وليه، ده تلاقيهم عملوا وسووا حاجات صغيره قد كده، بس بتودينا في حته تانية خالص. عشان كده المؤمن الذكي مش بس بيبعد عن الحرام، ده كمان بيبعد عن الطريق اللي يوصله للحرام. وافتكر دايما كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اتقوا الشبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحابة أشكر كل المتابعين اللي عندي. حقيقي أنا مبسوطة جدا إن انتوا وصلتوني للمحتوى ده، انتوا على فكرة اللي وصلتوني للمحتوى ده. أنا كنت يعني متخبطة في كذا حاجة، مش عارفة أعمل محتوى عن إيه بالظبط، حكايات لأ، حواديت لأ، قصص من الحياة. وسبحان الله انتوا بفضل الله سبحانه وتعالى انتوا ودتوني في حتة حلوة قوي، انا مبسوطة بيها جدا. حابة اشكركم جدا فرد فرد، واتمنى المحتوى ده يظهر لاكبر عدد من الناس. لايكات كتير، شير كتير، كومنتات كتير. شكرا ليكم. بس العدد في اللايكات والمشاهدات قليل قوي، ف مش هقولكم ان انا احبطني شويتين، بس ما ينفعش يبقى عندي على التيك توك 20,000 متابع ومش جايبة 10,000 مشاهدة. مش هينفع يبقى عندي على اليوتيوب داخل على 10,000 متابع وما عنديش 10,000 مشاهدة. يعني انتوا ايه رأيكم؟ عايزة الناس كمان اللي هنا على التيك توك تروح على اليوتيوب، والناس اللي على اليوتيوب تروح على التيك توك يعملوا لي متابعة ولايكات وشير كتير. عايزين المحتوى ده يوصل، ويا رب انا محتسبة الاجر عندك. انا نفسي جدا كنت اكون داعية، ويمكن في بوست هبقى انزله لكم. البوست ده انا كتبته من 3 سنين او من 4 سنين على الفيسبوك. قلت انا حلم من احلامي ان انا اكون داعية للاسلام في دول افريقيا، بالذات الناس اللي ما وصلت لهمش الرسالة واللي لسه ما عندهمش سوشيال ميديا وتكنولوجيا سبحان الله. يعني يمكن دي اول خطوة في الطريق اللي انا كنت بحلم بيه. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. شكرا ليكم واشوفكم على خير. وزي كل مره في نهايه الفيديو احنا بنقول دي مش نهايه الفيديو، دي بدايه الرحله، ويا رب رحلات كتير كده الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير.